المقنعه دي. هقول لحضرتك مهندس عاصم والناس اللي حاضره معانا. تمام. احنا عندنا نوعين من الذاكره. في ذاكره قصيره الامد، تمام، دي اللي بيسموها الوركينج ميموري، الذاكره العامله. وفي ذاكره طويله الامد. ايه الذاكره قصيره الامد ديت؟ حضرتك كده اما تبقى ماشي في الشارع، تمام، وانت راكب العربيه، في حد بيعدي الشارع قدامك لابس بلوفر احمر مثلا، او لابس قميص احمر، تمام. دي بتخش ذاكرتك وبتنساها بعد 30 ثانيه. الشخص اللي عدى ده خلاص بتنسى القصه دي بعد 30 ثانيه. او انا قابلتك وقلت لك رقم تليفوني، انا رقم تليفوني 1 2 3 4، وانت قعدت ايه تحاول تفتكره، بعد 30 ثانيه لو انت ما كتبتوش هتنسى الكلام دوت، تمام. فانا في الكلام بتاعي او في البابليك سبيكينج او في التحدث للجمهور، لا، انا عاوز اوصل الكلام اللي انا بقوله ان هو ما يتخزنش في الذاكره العامله او الوركينج ميموري او الذاكره قصيره الامد. لا، انا عايز احوله، اوصله ان هو يتخزن في الذاكره طويله الامد. ازاي توصل تخلي الناس تحفظ الكلام او تفتكر الكلام؟ اول حاجه التكرار، تمام. انا ممكن اقول في بدايه الكلام بتاعي الافكار، وفي النص بقول نفس الاول امهد لهم انا هقول ايه، وبعدين بقولها بالتفصيل، وفي الاخر بلخص الكلام. فانا قلتها 3 مرات، قلت الفكره بتاعتي 3 مرات، فانت هتفتكرها. دي اول نقطه. النقطه الثانيه الاهتمام. طالما الانسان مهتم ومركز، الكلام هيبتدي يخش في الذاكره طويله الامد. تعمل بقى القصه دي ازاي؟ لا، الموضوع محتاج صعوبه شويه، محتاج ان انا يكون بدي انرجي للناس، مخلي الناس دايما بصالي، في شدد انتباه الناس. في بدايه الكلام بعمل الهوك دوت، ان انا السناره ده بحاول ان انا اجذبهم، بحاول دايما بقدر الامكان. الموضوع صعب يا جماعه، محتاج تدريب يعني، ان انا ازاي اخليهم دايما مركزين بطريقتي باسلوبي، ما يناموش مني. بغير في التون بتاع الصوت، مره اعلي صوتي ومره اوطي صوتي، تمام، مره اتكلم بسرعه مره اتكلم بطيء. انا عايز اخليهم ان هم صاحيين. الموضوع يعني ايه، محتاج شويه تدريب، بس التدريب دوت هيوصلك لنتائج مذهله يعني. دي الحاجه الثانيه. الحاجه الثالثه، لو انت حضرتك ربطت كلامك بحاجات تانية، زي ايه مثلا؟ انا عرضت صوره، تمام. احنا الذاكره يا جماعه البصريه عند معظم الناس قويه جدا، وانا بتكلم عرضت صوره ما مرتبطه بالكلام بتاعي، الناس هتفتكر الصوره وهتبتدي تربط الصوره اللي انا عارضها بالكلام. ايوه، فهتخش في الذاكره اكتر، تمام. طيب انا قلت 3 حاجات. رابع حاجه، احنا يا جماعه البشر دايما، انت ليه بتفتكر الاحداث الحزينه في حياتك او الافراح، الحاجات اللي يعني مثلا كل الناس تفتكر يوم فرحها مثلا، ده يا اما حزين، يا اما دي ذكرى كويسه، او ذكرى العكس يعني، ماشي، بس انت فاكره، تمام. او إن لا قدر الله في حد عزيز توفى عندك، فانت فاكر تفاصيل اليوم، تمام. ليه؟ احنا في الاحداث اللي هي بتبقى مشحونه عاطفيا، احنا عندنا هرمونات بتفرز، الجسم بيفرز والعقل بيفرز هرمونات بتعمل زي كي للاحداث. فانت لو ربطت كلامك بمشاعر، تمام، مشاعر فرح، مشاعر حزن، عشان كده في الاعلانات بيبتدوا يلعبوا على الوتر ده، العاطفه، ان يجيب لك طفل مش عارف عشان تخليك تتبرع مثلا، طفل مريض لا قدر الله بالسرطان، فعشان تتبرع بيحاول ان هو يكوي لك الاجزاء دي، تمام، فتتناها راسخه في دماغك. فدي رابع حاجه يا جماعه، ان انا اربط الكلام بدهشه. ممكن اقول معلومه تدهش الناس، وانس ان انت اندهشت الفكره دي هترسخ في دماغك. او ان انا اخليك تشعر بالاشمئزاز، اقول فكره مشمئز يعني، تخليك اصل انا بعمل الحاجات دي، خلي بالك حضرتك كنت عملتها. انا فاكرها يا باجي باشمهندس. انت حضرتك كنت بتتكلم عن تكنولوجيا بتاع الذكاء الصناعي في معالجه الميه. وكان انا فاكر والله، يعني فعلا والله انا مش محضر خالص الحته دي. بس يعني كان المهندس هيثم كان جه في الاول ورانا صوره، قال لنا الميه دي طالعه من ميه صرف صحي معالجه، ودي الناس بتشربها هو عادي. فده فالناس كان بدات حاجه. تتميز، الناس تمام. اشمئزت وبدات الناس تهتم. فليه دي بقى، دي الطريقه الرابعه. انا قلت 4 حاجات اهو. فانا عاوز حضرتك الكلام اللي انت بتقوله يرسخ في الذاكره طويله الامد بتاعت الناس، وهو ده النجاح، تمام. بس كده انا قلت